السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم راحنا عاد مستمرين في سلسله حلويات العيد. اليوم غادي ندير معكم كعب الغزال اللي اول مره في حياتي كنديرو وكيصدق ليا، وبغيت نشاركه معكم خصوصا المبتدئات بحالي. عندي 250 غرام تاع الدقيق، عندي معلقه صغيره نتاع سكر كلاصي، عندي قبيصه نتاع الملح. بالنسبه للعقده راه درتها معكم في الفيديو اللي قبل. عندي بيضه صغيره بحرارة المطبخ، عندي جوج معالق صغار نتاع كونفيتير نتاع المشماش او مربى المشمش، هذاك اللي كيكون سايح شويه ماشي اللي كيكون مرصويات. عندي 4 كاس نتاع الزيت النباتيه، وعندي 4 كاس نتاع ما زهر اللي كان بقات لي من العقده نتاع اللوز. انا ما غاديش نضيفو دابا حتى نخلص هاد المكونات هادو، وغادي نبقى نضيف هذاك ما زهر بالتدريج على حسب، لانه انا كما قلت لكم عندي البيضه شويه كبيره، فما غاديش نضيف الماء زهر حتى نشوف القوام. هي العجينه تاع كعب الغزال خصها تكون طريه وعاطيه الطوع، ما كتكونش تلصق بصح عاطيه الطوع، يعني كما شكلتيها كتشكل معاك. فهنا قلبتها في بلون طرافاي، غادي نبقى نعجن فيها مزيان بحال هكا، نحاول ندخل هذوك المكونات اللي فيها، ونبقى نضيف كما قلت لكم ما زهر بالتدريج. انا تقريبا ما زهر هنايا درت تقريبا 2 معالق 3 المعالق على حسب نوعيه نتاع الدقيق وعلى حسب الحجم نتاع سميتو نتاع البيضه اللي راكو دايرينها. انا في الاخر غادي نوري لكم القوام كيفاش تقدروا تعرفوا واش مناسب ولا لا نتاع العجينه. غادي نبقى هكا ندعك فيها، ومره نزيد نقيطات نتاع ماء زهر. هاد اللقطه هذه راه ما بغيتش نحيد منها حتى شي حاجه تشوفوها كامله. كما قلت لكم غنبقى نضيف نقيطات نتاع ما الزهر ونعجن. بالنسبه لهاد العجينه هذه 250 غرام اللي درت مع نص كيلو نتاع اللوز اللي عجناه قبل، اللي وجدناه قبل هذا الفيديو هذا، راه كتخرج لكم كيلو مثلا. شوفوا هنايا هذه هي الحركه اللي كندير انايا باش كنشوف العجينه واش هي هذيك ولا لا. كانت ناشفه راه ما غاديش تعطيني الطوع تبقى تقطع ليا، كانت عاطيه الطوع كانت مزيانه لينه، راه كتبقى ندير بهذاك النتاف بلا ما كتقطع معايا العجينه. هنايا هذا النهار الثاني بعد ما شكلت تقريبا واحد السينيه وطيبتها وساليت. هنايا شوفوا كنت وجدت حتى العقده نتاع اللوز كما بهذا الشكل هذا، كل كره درت فيها تقريبا 18 غرام، وحطيتهم في بواطه وسديت عليهم وغلفتهم مزيان بالميكا باش يبقاو رطبين. هنا هذه كما قلت لكم النهار الثاني كانت بقات لي العجينه من البارح، هذيك العجينه باش تعطيني الطوع باش ما نرميو حتى شي حاجه. هذيك العجينه باش تعطيني الطوع عجنتها وخليتها ترتاح ليله كامله، واليوم ثاني نهار راني كنخدم فيها. كنسرحها بهذا الشكل هذا بالمدلك مزيان، ومن بعد غادي ندوزها في الماكينه. انا النمره الاخيره عندي اللي رقيقه كاع هي 9، انا دوزتها في النمره 8 ما قبل الاخيره، يعني الرقيقه كاع اللي قبل منها دوزتها تما. وخا هكاك غادي نبقى كما تشوفوا كنعطيها شويه بالمدلك، لانه خص العجينه تكون رقيقه نتاع كعب الغزال. كنهز واحد الكره كنحربلها بحال هكا شويه، كنديرها بحال واحد البودان صغير، وكنبقى نقاد العجينه عليها ونغلفها مزيان. شتو كما كنغلفوا الحلوه بهذاك الشكل، كنديرها بحال شكل حلوه، وكنحاول نخرج منها كاع الهواء اللي كيكون فيها من الجناب. اما الاطراف كما غتشوفوا غادي نخرجهم من بعد. ومن بعد صافي كنبقى نضغط على هذيك العجينه بهذا الشكل هذا، كنحاول نعطيها الطول وشويه نتاع العرض، اوكي، باش تجينا شويه عاليه كتجي بحال الشكل نتاع التاج. فكنبقى نعطيها نضغط عليها بحال هكا بصبيعاني، وفي نفس الوقت بالصبع الصغير كاع ولا بهذا اللي راني كندير به انايا، ها هو الصبع الصغير احسن. كتبقاو تدوروا على العجينه لتحت باش كتخرجوا من هذاك الهواء كامل. انا غادي نوريكم طريقه واحده اخرى باش تخرجوا الهواء. شوفوا راه عندي واحد الاخر نتاع الهواء قدا. شوفوا كيفاش غادي ندير لها. غنقرب الكاميرا هنا مزيان باش تشوفوها. شوفوا خصوصا فاش غادي نبقى نحرك الكعبه نتاعي، شوف فاش كندير لها بحال هكا كتبان بزاف. كناخذ الكوردون وكنحاول ندير تقبه وكنعبز هكا بالصبع ديالي. عاود ندير واحده اخرى هنايا، صافي كنخرج هذاك الهواء، وكنبقى نزيد نضغط على الكعبه نتاعي. الكعبه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف البنات باش ما تحرق لكمش في الطياب. هنا دابا غادي نحيد هاد الزوائد هادو، غادي نجيب قطاعه كما بغيتوها، بغيتو هذه اللي مسنه، بغيتو العاديه
اللي حب خاطركم على حسب الحجم تاع الكعبه نتاعي. غادي نقطعها، نحيد هذاك العجين ونبقى مستمره بهكا كنضغط بالصباع نتاعي الصغير باش نتاكد باللي العجينه راها لصقت. الا ما لصقتش غادي تحل معكم في الطياب. هنايا كانت واحد شويه نتاع الهواء غادي نخرجو حتى هو مع الجناب، وكنضغط على هذيك العجينه. ما تقطعوش العجينه على الحافه نتاع الكعبه، خليه واحد شويه لانه غادي عاد نديروها بالنتاف. فكنبقى هكا كنعطيها شكل هلال بهذا الشكل هذا. شوفوا كندير يدي وكنبقى نقادها وكنحاول نمسح الاطار نتاع الصباعه نتاعي بالداخل نتاع الصباع نتاعي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندوز نزوقها بهذا النتاف هذا. كنديروا شويه في الدقيق. كنظن الفيديو راه شارح اكثر من اللي انا كنشرحه، مي كنحاول نزيد نوصل لكم المعلومه اكثر. وكنبقى نتف بحال هذا الشكل هذا. سنا نتقلب عندكم احسن باش تشوفوها. شوفوا بهذا الشكل كنحط صبعي وكنبقى نتف في الكعبه. اخر نتفه هي اللي كنبدا بها النتفه الثانيه. اخر نتفه كنبدا بها هي النتفه الثانيه وكنحاول نضغط وراه العجينه راه ما كتقطعش معكم. غنقلبها عندي بحال هكا. شوفوا بالصباع نتاعي كنعاونها بهذا الشكل هذا. هنا فاش كتنتفوها بحال شويه كتجمع العقده، كتعاودوا تقادوها هكا بالصبع نتاعكم. وكذلك العجينه اللي لتحت غادي ندير نفس الشيء. العجينه اللي لتحت غادي نبقى نتفها بالعكس نتاع النتفه اللي الفوق. يعني النتفه اللي الفوق بديت من اليسار لليمين، النتفه اللي لتحت غادي نبدا من اليمين لليسار. وكنبقى نتف بحال هكا. وغير بلاتي راه شوفوا الحلوه نتاع اللوز جميع حالاتها او جميع اشكالها كتبغي الخاطر. الا ما كانش عندك الخاطر بلا ما تصدعي راسك اختي، لانه غادي غير تنرفي وتعصبي وما غطلعلكش الحلوه زوينه. الحلوه كتبغي الخاطر، فعطيها خاطرك. عييتي جمعي العجينه غلفيها بميكا وسيري استرحي ورجعي ديريها. راه كتبقى غير حطيها في الثلاجه. راه هكا كان درت انا. هاد العجينه هذه اللي كانت بقات لي من البقايا اللي كنحيدهم مع الجناب ولا بهذيك القطاعه، فجمعتهم كاملين في ميكا وخليتهم حتى لثاني نهار حتى ارتاحوا وبديت كنشكل فيهم. راه كتخرج لنا هاد العقده وهاد العجينه هذا راه كتخرج بالحبات 43 حبه، وبالميزان كتخرج كيلو و100 تقريبا. المهم شوفوا كيفاش كندير انايا. غادي نقطع هاد الجوانب هادو. شتو هاد الجوانب هادو كنخليهم يرتاحوا في ميكا، ما كنرميهمش، كنخليهم يرتاحوا في ميكا باش نرجع نشكل بهم كعبه واحده اخرى. كندير هكا بصبعي كما قلت لكم. كنحاول نخرج كاع هذاك الهواء اللي كيكون. خص تاكدوا الكعبه نتاعكم ما فيهاش كاع الهواء باش ما تطرطق لكمش فاش تكون طيب. صافي كنبقى نقاد فيها بحال هذا الشكل هذا وغادي نبدا نتف فيها. غادي نخليكم تفرجوا الفيديو لانه كما قلت لكم راه شارح اكثر. البنات هذه اول مره كندير فيها الكعبه وقلت غادي نصورها. صدقت لي غادي نشاركها مع المتابعين تاعي بحالهم بحال الاصدقاء نتاعي اللي عمرهم ما داروا حلوه اللوز وبغاو يديروها وما كانوش كيزعموا. غزعموا البنات لانه انا زعمت عليها وصدقت لي. هي والله العظيم الا اول مره كنديرها وصدقت من الضربه الاولى. غتبعوا النصائح اللي كنقول لكم والطريقه كيفاش كندير لكم، ماشي تاخذوا غير المقادير، شوفوا الطريقه كيفاش كنخدم وغادي تصدق لكم ان شاء الله. واللي زعمت ودارتها ترجع لنا في التعاليق وتقول لنا كيفاش جاتها. وكنبغي نقول لكم البنات
بليز الله يخليكم حاولوا تتفاعلوا مع الفيديوهات، لانه راه كنشوف لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب كنشوف انه كاين المشاهدات، بصح المشكله ما كاينش التفاعل، ما كاينش لايك، ما كاينش تعليق، ما كاينش. حاولوا البنات تفاعلوا مع الفيديوهات باش هكا تشجعوني اكثر نبقى ندير لكم الفيديوهات. هنا هذه السينيه الاولى اللي كنت درتها البارح، صافي هنا كانت نشفت. شنو درت؟ خديت رق البرا اللي هي نتاع الرنده، خديتها وبقيت كنتقب بها الكعبه نتاعي بحال هذا الشكل هذا، كنتقبها مزيان باش ما تطرطق لياش. هذه اهم مرحله من مورا ما تنشف لكم، قبل ما تدخلوها الفران خصكم تقبوها بهذا الشكل هذا. ومن بعد كتذوب واحد المعلقه نتاع الزبده سبيسيال، يعني زبده حيوانيه، كتذوبوها وكتبقاو تدهنوا بها الكعبه نتاعكم بهذا الشكل هذا كما انا كندهنهم. ضروري من هذه المرحله هذه. كنبقى كمستمره في الدهن ديالها كامل. ومن بعد في الطياب نتاعها كندخلها الفران اللي كيكون بارد. راه غتشوفوا معايا الفران ما شعلتوش كاع نهائيا، غادي نشعل كل شيء حداكم. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم الكعبه دخلوها في الفران سخون، راه غير فوا تدخلوها الفران سخون راه كتطرطق معكم، كتبوق وكتطرطق وكتولي حالتها حاله. دخلوها الفران اللي كيكون بارد، ما يلا غادي حتى تحطوا الصينيه عاد شعلوه. صافي هنا بعد ما دهنتهم كاملين كما قلت لكم غادي ندخلهم الفران اللي ما مشغلش مسبقا نهائيا، كيكون بارد على اقل درجه. انا عندي الفران مروحه فغادي نخدموا على المروحه على اقل درجه، واقل درجه انا عندي هي 140، ما كاينش قل من 140. شوفوا انا غنحطها دابا في الفران، نخرج هاد الصينيه هذه، غندخل الصينيه نتاعي. هنا في الطياب سجلت لكم الحبات اللي كنت كندير تاني نهار، هما اللي صورتهم لكم، ما صورتلكمش الصينيه الكبيره كاع اللي درت طيبتها. شوفوا هنا شعلت الفران على 140 درجه، غادي نخليها 15 دقيقه. هي 15 دقيقه غادي نخرج الصينيه نتاعي، نقلبها ونرجع ندخلها وما نحاديهاش. ما تحادوش الكعبه نتاعكم، لانه راه هنايا الا حديتوها غادي ديفورما كاع، ما تبقاش في الفورمه نتاعها. قلبتها غادي ندخلها الفران عاوتاني لمده نتاع 15 دقيقه، يعني ان فوا توصل 30 دقيقه كنحل الفران تاعي وكنجبد الكعبه كنلقاها بدات كتذهب. في هذيك المرحله بغيتو تهزوها تخدشوا فيها خدشوا، مي انا ما كنصحش. انا الكعبه مادام راها كطيب ما كنخدش فيها كاع نهائيا. ها هي دازت ربع ساعه الثانيه، كنجبد الكعبه نتاعي كذلك كندير نفس الحركه. شوفوا راه بدات كتذهب هنا معايا. اللي بغاها في هذا اللون يقدر يبقى في هذا اللون، اللي بغاها تحمر له واحد شويه ويفضل تحمر باش ما تاكلوش العجينه خضراء ولا العقده خضراء ولا. كنقلبها وكندخلها الفران. هنايا شنو كندير؟ هنا كنزيد لها مام با 10 دقائق، كندير سينيه من الفوق باش ما تحمر لياش بزاف، وكنضيف لها غير واحد 10 دقائق، غير بلا ما تزيد تحمر، غير واحد شويه، ما كاملاش حتى 10 دقائق، 9 دقائق انا خليتها. هنا راه كنشرح لكم انه توصل واحد 10 دقائق ولا وصافي وحيدوها على حسب النوع نتاع الفران نتاعكم. انا بالنسبه لي كانت 9 دقائق كافيه انه باش تاخذ لي هذا اللون هذا. صافي كنطفي الفران كنسدو والكعبه نتاعي كتصبح واجده بهذا الشكل هذا. هنايا كنحاول نبعدها، شوف كيفاش كتكون حمراء حتى من التحت، كنحاول نبعدها على بعضياتها وكنخليها كتبرد عاد نجمعها. هنايا وريتكم، شوفوا الكعبه هذه راه دارت، كنت هنا كليت 2 حبات. كنت البارح طيبت الصينيه، والبارح طيبت صينيه، والبارح طيبت صينيه. هذا الفيديو راه عنده 3 ايام دابا تقريبا. فالصينيه الاولى دقنا منها 2 حبات، صراحه كانت رائعه بزاف، فما بغيتش نزيد ناكل منها حتى نعبرها لكم. فلو كان هذوك 2 حبات بقاو، لو كان راه وزنت لي كيلو و100 غرام. هاد المقادير اللي عطيتكم كيديروا بعدا كيلو راه كاين، و100 غرام كتكون زايده هكا، الاخر كتكون زايده. المهم هنا استفتح حطيتها في الطبسي بهذا الشكل هذا، ناري غادي طيح عندكم، ماشي هاد التمره كامله طيحي لها عاد. المهم استفت الكعبه نتاعي بهذا الشكل هذا،
تقديم بسيط على حساب الكعبه، على حساب رجعت الايام زمان اللي كانوا كيقدموا فيها الحلوى تاعنا. شوفوا انا هنايا غادي نحل معكم وحده، غادي ماشي نحلها، راه غادي ندير فيها حاله باش نوريكم كي ولات معلكه، كي يعني العقده بقات معلكه فيها التقرميشه غير من برا. ف يعني كي غادي اللي الناس اللي كياكلوا اللي كتعجبهم كعب الغزال راه عارفين شنو كنشرح لهم هنايا. شوفوا هنايا غادي نهز هاد الكعبه، زيتها من البواطه، غادي البرا راها مقرمشه والداخل معلكه. شفتوا الا خدمتوا العقده مزيان كتبقى الداخل معلكه. شوفوا كيفاش غادي ندير عليها، غادي نجي عليها بزاف مسكينه والله. شوفوا كي درت لها برا مقرمشه كما قلت لكم والداخل معلكه، والله تكرفست عليها مسكين هاد الحبه هذه. شفتوا كيفاش كتجي مام حتى الديزاين تاعها كيبقى، هادوك النتفات اللي درتهم ما كيضيعوش ما كيديفورماوش. ما تبعوا غير النصائح اللي قلت لكم، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي تعرفوا كاع النقاط اللي غادي ديروهم باش تصدق لكم الكعبه من اول مره. انا راه اول مره كنديرها وصدقات ليا. فبهكا كيكون الفيديو نتاع اليوم تسالى. نتمنى نشوفكم في فيديو الجاي، ونتمنى تفاعلوا مع هذا الفيديو لانه فعليا راه خدمت فيه بزاف وتعبت فيه باش خرجتها لكم بهذا الشكل هذا، ودرت المجهودات نتاعي باش الكعبه تصدق لي من اول مره. شوفوا كيفاش كتخرج ما شاء الله من ذهبه مقرمشه من برا ومعلكه من الداخل. فما كان يعني كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات، بالتفاعل نتاعكم، بالبارطاج نتاعكم، بالتعليق نتاعكم الزوينه باش تشجعوني اكثر واكثر. وهكا غادي يكون سهل الفيديو نتاع اليوم. مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.